انت عارفه ان كنت بفكر في الموضوع ده بقالي حوالي شهرين. استغلال حاجه بيارة. مغني معروف عسل والله. تلقيح بقى وشباشب. يعني هي من الناس بتاعت المشاكل قوي قوي في التيك توك. قوي قوي قوي. بس غوري من هنا اطلع بره. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا يارا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويس. نورتيني. بوجودك. كلمينا شويه عن نفسك. يارا وليد، انفلونسر، عندي 25 سنه. قلت سنك ليه يا يارا؟ عادي. ماشي يا يارا. 25 يارا ولا 25 25 كان في مشكله بينك وبين بلوجر معروفه قوي على التيك توك. عشان نقول اسامي ولا نقول اسامي؟ لا احنا مش هنقول اسامي، بس انا هحكي وهي كده معروفه. طيب المشكله حصلت ليه؟ المشكله حصلت علشان هي كانت بتكلم حد مغني معروف، فانا عملت على الساوند الجديد بتاعه كتبت كابشن خدته عليها. بس انا ماليش علاقه بيه. هي ولا دي المشكله؟ بس كان المشكله كانت كبيره جدا. تلقيح بقى وشباشب وكل البلوجر يعني كانت اتدخلت، وكان في حرب اهليه ما بين ومنقسمين في التيك توك ما بين حد مؤيد وكلمتني ماسنجر على الفيسبوك. طب ما احنا عايزين طب يا يارا نعرف، ما اكيد لازم نعرف الاسم. وهل المشكله دي اتحلت ولا لا؟ لا لسه ما اتحلتش. لا. هي مين؟ قولي الاسم عادي، الناس كلها عارفه يا يارا. لا بلاش نقول اسامي عشان هي بتعشق اي مشاكل. لا سيبك من هي بتعشق، يعني هي دي كده بقى ممكن تتعرف. يعني هي من الناس بتاعت المشاكل قوي قوي في التيك توك. قوي قوي قوي. لا ده احنا كده عرفناها. يعني مش هتقولي اسامي؟ لا خلاص مش مهم. هل السوشيال ميديا بتكسب ماديات كويسه زي ما كل الناس حاطه في خيالها ان السوشيال ميديا دي بتدخل فلوس كتير قوي وان البلوجر عايشين حياه رفاهيه؟ لا هي مش رفاهيه خالص. انت بتتعبي وبتعملي مجهود وبتفكري وبتطلعي افكار عشان تبقي مختلفه وبتتعبي. بالنسبه بقى الماديات فمش قوي. يعني ممكن تدخلك دخل كويس في الشهر احيانا واحيانا بتبقى بتدخل كويس واحيانا لا. يعني ممكن شهر وشهر. يعني انت عايزه تفهمي الناس ان البلوجر بيتعبوا قوي قوي عشان يقدروا يكسبوا فلوس؟ طبعا انت بتاخدي وقت ومجهود وتفكير واضاءه وقصص كتير عشان تقدري تطلعي حاجه كرييتيف وجديده. لو اتعرض عليكي تطلعي لايف في التيك توك بس بشروطك، وتعرض عليكي مبلغ ممكن يأمن لك مستقبلك، هتقدري تفكري فيها؟ يعني هيبقى فيها تفكير ولا الرفض نهائي؟ على حسب كمبدأ. على حسب الشروط. يعني انا لو هطلع ومش هعمل حاجه خالص من اللي بتحصل على التيك توك دي مفيش مشكله، بس انا عامه حاليا رافضه اللايفات دي اصلا. يعني مش ممكن تطلعي اللايف دلوقتي بكل احترامك وبتتكلمي مع الناس في حاجه معينه؟ مش هقول لك لا، ممكن، بس كده مش هيجيب فلوس. هو لو اتعرض عليكي مبلغ معين يا يارا هيتعرض عليكي المبلغ عشان هتعملي عشان حاجه شروط معينه انا رافضه. هتقدري؟ لا. وفيها ايه لو اضطرينا نخلع الحجاب؟ انت عارفه ان كنت بفكر في الموضوع ده بقالي حوالي شهرين. استخلاء الحجاب يا يارا؟ كنت بفكر، بس برجع تاني اراجع نفسي. ليه فكرت انك تخلعي الحجاب؟ اولا برجع اقول مش لابسه صح، وبعدين بيجي لي كده اللي هو لا انا لو قلعت هيبقى شكلي احلى بشعري. بعد كده اقول لا مش هينفع، انا بقالي 7 سنين محجبه. حجابي مش صح بس خطوه قدام احسن من 10 ورا. مش محجبه، احنا ممكن نقول حته محتشم. ايوه مش محجبه. ايوه انت محتشمه. طب يعني انت دلوقتي يا اما انت كنت بتفكري انك تقلعي الحجاب خالص تتحجبي حجاب صح، يا اما انت تبقي بشعرك. ده اللي كنت بتفكري فيه من شهرين؟ كنت بفكر ابقى بشعري. اوكي بشعرك في حجاب صح. تمام. بس رجعت بقى الحمد لله. ليه بقى رجعتي؟ حسيت انه لا ممكن شويه كده وهبقى التزم اكتر. يعني انا يوم بنزل مداريه شعري، يوم تاني ارجع اميل كده يعني شعري. كان في لخبطه شويه. يعني ممكن في يوم من الايام نقلع الحجاب. ممكن. فيها ايه لو سافرتي في بلد مش عربيه وعاداتها غير العوايد بتاعتنا ومش مسلمه؟ هل هتتاقلمي هناك واهلك هيوافقوا انك تسافري في مكان زي ده لوحدك، ولا هيبقى في اعتراض من الاسره؟ هيبقى في اعتراض من اهلي. يعني ما ينفعش تسافري شغل حتى لو الشغل ده في مستقبلك وفي مبلغ مادي محترم؟ دي بقى بيبقى فيها شويه تفكير في البيت واقناع وبتاع. يعني هم مش هيوافقوا؟ ممكن يوافقوا لو ماما سافرت معايا، حد سافر معايا بشروط. انت معاكي كارت. الكارت ده فيه اسئله سريعه، انا عايزه منك كلمه واحده بس اجابه. ماشي. الشهره ولا الفلوس؟ الشهره، بعد كده الفلوس هتيجي يا شيخ. تيك توك ولا انستجرام؟ التيك توك فايرال اكتر من انستجرام شويه، لان هو بيبقى لم كل تقريبا الاعمار. ترند ولا محتوى هادف؟ محتوى هادف بس في نفس الوقت يطلع ترند. نجاح سريع ولا بطيء؟ نجاح سريع بس ما اطلعش بهبل، او ما اطلعش مثلا بحوار او بمشكله او كده. لا اطلع عادي واحده واحده والناس تعرفني بمحتوى او تعرفني بحاجه. شغل لوحدك ولا فريق؟ لا بحب روح الفريق اكتر، يعني لوحدي دي ما بحبهاش. نورتيني يا يارا. وكان لقاء سريع جدا، بس عايزه اقول لك ان انا مبسوطه جدا انت كنت معايا، ويا رب احنا كمان نكون ناس كانت خفيفه عليكي. عسل والله.